اي شكل من اشكال الثوره ممكن ان تنطبق عليه. جميل. كيف يمكن ان تكون ثوره عندما تقارن نسبه لا يمكن المقارنه فيها بنسبه المتظاهرين من الشعب لو كان عددهم هؤلاء مثلا حول الدوار على اكثر تقديرا. احنا سمعنا اخي أو 300 الذين خرجوا. اخي اسيد، سمعنا ان الاعداد تصل الى 30,000 و40,000 ولا مبالغ فيها؟ يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. احنا سمعنا اخي الذين خرجوا. اخي اسيد، سمعنا ان الاعداد تصل الى 30,000 و40,000 ولا مبالغ فيها؟ لا مبالغ فيها يا شيخ، مبالغ فيها. أنت نزلت رأيت بعينك هذه الأعداد؟ نعم يا شيخ، أنا كنت أمر بجانب الدوار أحيانا، وخصوصا عندما أذهب مثلا إلى بعض شأن عملي أو كذا، أمر من جانب الدوار فأرى أنه العدد ما يمكن أن يعني بعد أسبوع بعد كذا، يعني يمكن في البداية أول ما انطلقت المظاهرة إذا أردنا أن نضع العدد الأكبر لهذه التظاهرة ما نعطيه أكثر من 10,000. طيب أخو سيد، لو بعد ذلك بدأوا يتناقصون. أخي سيد، يعني عفوا، يعني أنت ذكرت الآن أن هذه الثورة في تقديرك أنها شيعية 100%، لم يشارك فيها أحد من السنة، وذكرت عددا قليلا جدا. معنى هذا أنه أصلا حتى الشيعة في البحرين ليس مجموعهم وليس جميعهم متظاهرين وليسوا كلهم يعني مطالبين بمثل هذه الثورة؟ طيب. هذا صحيح. بل بعض الشيعة أصلا لم يؤيد الخروج. بعض الشيعة لم يؤيد الخروج وكانوا يرون أن فيه ضرر. طيب. الضرر فعلا قد لحق بهم، ثم هم لما يقولون أنه أكبر دليل على أنه عدم مصداقيتهم عندما يقولون نحن مسلوبين الحقوق واعتصموا وتركوا المستشفيات وتركوا المدارس، وقع الخلل وبدأت تحتاج الدولة لكي تعوض على هذا أنهم ماخذين حقوقهم. طيب جميل. أنهم أصلا موظفين يعني لا يطالبون ببطالة ولا. الصورة التي ينبغي أن تبين كذلك يا شيخ أنهم كانوا يذهبون حتى يزيفوا للإعلام، يذهبون إلى مستشفى السلمانية، يدخلون فيسرقون أكياس الدم، ثم يأتون ويصبونها على أجسادهم بشيء من التمثيل. هذا موثق يا أخو سيد يعني؟ نعم يا شيخ، أنا أول ما سمعت هذا في البداية ظننت أنه من المبالغة، حتى سمعته من أكثر من طرف ذو توثيق،
وأتمنى أن أحصل على فيديو إن شاء الله قريبا يوثق هذا. أنا أعتقد الحمد لله الآن أوراقهم قد احترقت، خصوصا بعد 300,000 الذين خرجوا. لم يبقى لهم أي شعبية ولله الحمد، وبدأ التراجع هم أيضا في صفوفهم الذين هم في الدوار. بدأ الآن يعني تقصد يا أخ أسيد، يعني هناك 300,000 خرجوا متظاهرين ضد هؤلاء، يعني مثلا هذا قصدك؟ نعم نعم. الجانب الآخر جانب أهل السنة. طيب جميل. طيب جانب أهل السنة أسيد، ما خرج معهم أحد معترضا على تلك المظاهرات التي للشيعة من الشيعة المعتدلين؟ لا أدري، ولكني أعرف أن ممن كانوا من المتسلمين نعم خرج الكثير منهم. لكن 300,000؟ نعم 300,000 وقد يزيدون. رقم كبير جدا، أنا لا أكذبك، لكن يعني أولئك لما نقول 10,000 وضدهم 300,000 يعني مثلهم 30 مرة، رقم كبير. هذا مال وين؟ هذا هندي. انت ولا لا ولا سلام. جيب علم هذه لا. الو جيب هذه علم لا. شاب زين شاب زين شاب زين شاب زين شاب زين شاب زين شاب. ولذلك يا شيخ هذا أكبر دليل يا شيخ أن القنوات التي كانت تروج لهم مثل BBC وغيرها، لما كانت تروج لهم بعد هذا العدد المهول الذي ظهر على الإعلام، إذا جئت وتنظر إلى هذه القنوات ترى أنها صمتت صمتا كاملا عما كان يحدث. سبحان الله. وشارك البحرينيون في تظاهرة ضخمة دق بها الدوار الذي أطلق عليه المتظاهرون في الأيام الماضية اسم دوار الشهداء. في مقابل مشهد الحشود في دوار الشهداء، بث التلفزيون البحريني صورا ليلية قال إنها لأنصار الحكومة، مقدرا أعدادهم ب300,000 متظاهر، وفي مقارنة بسيطة يظهر الفرق بين. ولذلك يا شيخ هذا أكبر دليل يا شيخ أن القنوات التي كانت تروج لهم مثل BBC وغيرها، لما كانت تروج لهم بعد هذا العدد المهول الذي ظهر على الإعلام، إذا جئت وتنظر إلى هذه القنوات ترى أنها صمتت صمتا كاملا عما كان يحدث. سبحان الله. بدليل كما ذكر أخونا أسيد أنه خرج يعني مئات الآلاف ممن يعارضونهم. هذا أولا من أهل السنة، من 300,000 خرجوا. والأمر الثاني أيضا وهو أمر مهم، أن الشيعة أنفسهم أيضا ليس كلهم قد تظاهر بمثل هذه المظاهرة وطالب بها. عدد منهم يقول يا جماعة احنا عايشين مبسوطين.